البنات تلاقيت مع اكبر متكبر لقيته في حياتي كوم باغازار دابا في المول. هو فوتبولور مغربي، ومع كان معايا صحاباتي ماشي مغربيات و il était à côté donc قلت ليه يلا، قلت ليه هاي كيخنزر مي فريمون سيد il est pas normal. جا عند واحد المغربي قمعو مي سي انكرويابل. دابا داخله لوتيل شفت وحده الباب قلت ليه راه اتس نوت نايس، قال لي فاك يو، قلت ليه فاك يو تو. زعما سي انكرويابل. شكون هو الفوتبولور زياش تيلمون جو ليمي تيلمون جو لو ديتيست مينطون. سي انكرويابل فريمون. اللي كيبان لنا في التلفازه حاجه والواقع ناغيان افوار. هذاك الولد المغربي مسكين اللي شفتو كيقول لي خاف غير هذاك الولد المغربي مسكين اللي جونتي قال لي اختي فاتي راه ما كيتسوج. واش دابا هاد لي فوتبولور ما في خبارهمش كانوا اباطي راه قبل منهم وكانوا ملايريه وفي ليله ونهار وبداك الغرور ما بقى عندهم حتى ريال. في اخر ايام حياتهم ما لاقين ما ياكلوا والناس كيعاونوهم. ما فهمتش شنو الاحساس ديال جو سي با. انا بعدا جيتي شوكي، انا يمكن ان بو دوفون غير بديك الفرحه كلكان كو جيم فولي زعما جوست لوي دير كي تبارك الله عليك ولا حاجه هكا. on s'en fout. المهم tellement j'étais choquée, je voulais partager et surtout il m'insulte. ملي قلت ليه حشومه هادشي اللي درتي قال لي تلاقيتو باغا عاود قال لي فاك ياك بحال هكا كتقول لي فامز اللي في عائلتك. لا انتي المهم اتمنى انه احنا مش كل ولاد بلدنا كده على فكره. احنا كل المشاهير عندنا والله متواضعين بجد. حسمني مع صاحبتي شنو كنت باغا نقول؟ نسيت. قلت لك ان محمد صلاح عمره ما يعمل كده. صح؟ لا والله حتى حنا عندنا عندي كثير اصحابي محترمين. انا قابلتهم، قابلت الفريق اصلا ويجننوا وسلمت عليهم. لا هذا شكله لو وبعدين بيسبني يعني شاب بيقول لبنت فاك سوري يعني متعجرف وغير محترم. ايش نقول لك؟ مش مصدق نفسه ان هو عمل شوبينج جامد كده فمش مصدق. بقول لك ديما عندك معاهم مشاكل، اول مره غادي نفهم علاش.